بص يا معلم، عايزين نشوف مين خد الدوري على مدار 18 16 سنة حاجة زي كده. نبدأ من 2009. مان يونايتد خدت الدوري، برشلونة خد الليجا، والانتر خد الدوري في ايطاليا. عندك تشيلسي خدت الدوري في 2010، والليجا برشلونة، والانتر خدتها برضو في 2010. 2011 مانشستر يونايتد وبرشلونة واي سي ميلان. هنا سنسكت قليلا. مانشستر سيتي خدت الدوري الانجليزي، وريال مدريد وايفنتوس. 2013 مانشستر يونايتد خدت الدوري، والليجا برشلونة وايفنتوس برضو. يعني هو الاختلاف بس في الدوري الانجليزي. 2014 مانشستر سيتي واتلتيكو مدريد وايفنتوس، 3 ورا بعض الايفنتوس. يا نهار ابيض! يعني انت عندك تشيلسي برضو وبرشلونة، وعندك ايفنتوس يا اسطى. يعني يا اسطى ايفنتوس. يعني انا مش فاهم ايفنتوس بتعمل كده ليه يا اسطى. شكل سكور 90 كده برشلونية وش يعني. ماشي. ليستر سيتي اخيرا خد الدوري. برشلونة وايفنتوس ماسكه الدوري الايطالي دعك. عندك تشيلسي في 2017، وريال مدريد وايفنتوس. هو ايفنتوس يا اسطى اللي في الدوري بس ولا ايه الدنيا؟ هنا سنسكت قليلا. هنا سنسكت قليلا. مانشستر سيتي تاخد الدوري، برشلونة نفس الكلام. يعني خلاص بقى، اتعود فاهم. مانشستر سيتي وبرشلونة ايفنتوس برضو. لا ما اظنش. لا، برشلونة كانت ساعتها ما كانتش احلى حاجة في الفترة دي، فانا شاكك. بص يا سيدي، ليفربول اخيرا تاخد الدوري، الريال مدريد ايفنتوس. هي مفيش غير ايفنتوس في الشغلانة دي ولا ايه؟ مانشستر سيتي، اتلتيكو مدريد، انتر ميلان. يا نهار ابيض! خلاص كده الريال بقى يركب اهو. يعني مانشستر سيتي، ريال، اي سي ميلان. يعني ماشي. عندك مانشستر سيتي وبرشلونة ونابولي. يعني اخيرا حد غير يعني ايفنتوس بصراحة. ومانشستر سيتي في 2024، وريال مدريد والانتر. واخيرا اخر سنة ليفربول تاخد الدوري، برشلونة. يعني السنه دي بقى متعرفش مين اللي هياخدها، نابولي ولا انتر. بس انتر، يلا بقى، يلا خديها يا انتر، يلا.